بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. بناتي واخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هتكلم على اختيار الصديقة. والله يعني احنا بنقول ايه دايما كده، بنبقى ماشيين بفضل الله وكرمه. احنا مبقاش معانا كتالوج عشان نختار الصديقة بتاعتنا او الصديقة اللي توافقنا، بس هي بتبقى توفيق وكرم من عند ربنا. بس يوم ما بنختار صديقة لازم بكون مستريحه لها نفسيا. انا بتكلم طبعا على اساس ان صديقه، يعني انا ست فيبقى صديقتي واحده ست زي تمام، راجل يبقى صديقه راجل. وعلى قد ما تقدروا الصديقه بتكون واحده بس، او الصديق بيكون واحد بس. يعني ناخد قدوتنا الرسول عليه الصلاه والسلام، كان ليه صديق واحد بس اللي هو سيدنا ابو بكر الصديق. لكن اختيار الصديقه او اختيار الصديق بيبقى حاله نفسيه حلوه جدا للبني ادم. احنا كبشر ما ينفعش نقعد في وحده لوحدنا. نفسيا ان انت تقعدي وتفضفضي، او ان انت تقعد وتفضفض مع حد، الفضفضه وان الناس تتكلم بوضوح وبصراحه، دي بتريح البني ادم وبتطمنه. بتوفر عليك دخول في اكتئاب، بتوفر عليك نفسيا ما بتبقاش كويسه. انا اعرف ناس اصدقاء من وهم اطفال صغيره يقول لك انا لازم كل اسبوع اقعد ساعه او ساعتين او 3 مع صديقتي او مع صديقي. لازم افضفض ليه وهو يفضفض لي، او لازم افضفض ليها وهي تفضفض لي، عشان خاطر بستريح نفسيا. دي فعلا حقيقه، فعلا حقيقه. كلنا كبني ادمين في لكل واحد فينا تركيبته وعقده ومشاكله وحلوه ومره اللي ما يقدرش يقوله قدام اي حد. فلازم صديقه من جنسك او صديق من جنسك تفضفض له كل فتره، وتفضفضي لها كل فتره. هتشيل من عليكي عبء كبير جدا.